بص، قبل ما نبدأ أنا مش هقولك إن القصة دي حقيقية ولا هقولك إنها خيالية. أنا هحكي لك اللي انكتب في محضر الشرطة واللي محدش عارف يفسره لغاية النهاردة. ولو أنت من الناس اللي بتصحى بالليل على أي صوت فممكن بعد الفيديو دوت ما تعرفش تنام تاني. كان في شاب اسمه كريم 29 سنة بيشتغل مونتير فيديوهات. شغله كله من البيت، يعني تقريبا ما يعرفش الفرق بين النهار والليل. ينام الصبح ويصحى بالليل. وشقته كانت في الدور الأخير في عمارة هادية جدا، هادية بشكل يخوف. الجيران كانوا قليلين، وصاحب العمارة مسافر برا مصر من سنين، يعني ساعات كان بيعدي عليه أسبوع كامل من غير ما يشوف بني آدم. وكان عاجبه الوضع لأنه كان بيكره الزحمة، وكان بيقول دايما أكتر حاجة مريحة إن محدش يعرف انت فين. مكانش يعرف إن الوحدة أوقات بتبقى أغلى غلطة. كل ليلة قبل ما ينام كان بيعمل نفس الروتين، يقفل اللاب، يطفي النور، يحط الموبايل على الشاحن، ويشرب كوباية مية. ومفيش مرة كان بيكسر الروتين ده إلا ليلة الاثنين. ساعة كانت 3:17 الفجر. الموبايل بتاعه رن، رقم من غير اسم ولا حتى في رقم ظاهر، مجرد شاشة سودة مكتوب عليها مكالمة واردة. استغرب بس رد. ما كانش في صوت، صمت تام، بس كان في صوت نفس بطيء وتقيل، كأن في حد واقف على بعد سنتيمترات من الميكروفون. كريم قلب عصبية، مين؟ محدش رد. فقفل المكالمة وضحك وقال لنفسه أكيد ده حد بيهزر، وحط الموبايل. بعد أقل من دقيقة الموبايل رن تاني، نفس الشاشة ونفس السواد. رد بسرعة، وقبل ما يتكلم سمع صوته هو بالظبط، بس الصوت قال جملة كريم لسه ما قالهاش. قال اوعى تفتح الباب. اتجمد مكانه وبص تلقائي ناحية باب الشقة وسكت. في اللحظة ديت 3 خبطات هادية ومنظمة، كأن اللي بيخبط مش مستعجل لكن عارف ان اللي جوه سامعه. كريم واقف وبص للموبايل، المكالمة اتقفلت، وبص للباب، الخبط وقف. فضل واقف مكانه حوالي دقيقة كاملة ولا بيتنفس تقريبا. بعدها قال لنفسه أكيد ده حد غلطان في الشقة، وراح ناحية العين السحرية. ولسه هينزل بعينه ناحية العين السحرية الموبايل اتهز وجات له رسالة من نفس الرقم، وقال له لو بصيت من العين السحرية هيعرف انك صاحي. وقف مكانه وبدأ يحس ان اول مرة في حياته مش خايف من اللي بره الباب قد ما هو خايف من اللي عارف هو بيفكر في ايه. في شعور كلنا بنحس بيه، انك بتبقى حاسس ان في حد بيراقبك في حياتك، مع انك عارف انك لو بصيت مش هتلاقي حد. كريم كان بيحاول انه يقنع نفسه ان اللي بيحصل ده مجرد هزار، لكن الرسالة كانت لسه منورة على شاشة الموبايل. لو بصيت من العين السحرية هيعرف انك صاحي. فضل باصص للرسالة حوالي دقيقة، بعدها ضحك وقال هو انا هخاف من الرسالة؟ وقرب من الباب ومد ايده ولمس العين السحرية، لكن قبل ما يبص وقف. مش بسبب الخوف، بسبب صوت خفيف جدا جاي من اخر الطرقة، حد بيجر رجله على الارض. الصوت كان بيقرب بس من غير ولا خطوة، كأن في حد بيزحف وهو واقف. كريم رجع لورا، فتح كاميرات المراقبة بتاعة العمارة من الموبايل. كان مركب كاميرا صغيرة عند باب الشقة علشان يستقبل طلبات الشحن. فتح البث، بص للطرقة فاضية خالص، مفيش حد ولا حتى قطة. ابتسم وقال اهو كنت متوتر على الفاضي. لكن وهو بيقفل التطبيق لمح حاجة في آخر فريم، صورة استمرت في أقل من ثانية. شخص واقف ملاصق للباب قريب جدا، لدرجة إن الكاميرا ما قدرتش تصور غير جزء بسيط بس من كتفه. رجع التسجيل، الصورة اختفت. رجعه تاني، اختفت خالص.
كأنها ما كانتش موجودة نهائي. قرر ينزل يشوف بنفسه وفتح الباب بسرعة. الطرقة كانت هادية بشكل رهيب. اللمبة اللي في السقف كانت بتنور وتطفي كل 5 ثواني. نور ظلام نور ظلام. في آخر الطرقة كان في الأسانسير وكان بابه مفتوح مع انه متحركش من مكانه، بس الغريب انه كان سامع صوته كأنه طالع للدور اللي هو فيه، مع ان الباب مفتوح بالفعل. وقف يسمع صوت طلوع الأسانسير مع انه هو واقف قدامه. قفل باب الشقة بسرعة بالمفتاح مرتين. في قاعدة بتقولها دكاترة علم النفس: العقل ممكن ينسيك اي حاجة الا الحاجة اللي كانت هتموتك. ساعتها مش بينساها، ساعتها بيخبيها. الكهرباء رجعت، كل حاجة رجعت طبيعية تاني. التكييف شغال، الراوتر بينور. الساعة 3:17. بص حواليه ولا في حد ولا في صوت. أول مرة بدأ يقتنع إن المشكلة ممكن تكون فيه هو. فتح اللاب وكتب في جوجل: ليه حد يسمع صوته في التليفون؟ ليه حد ينسى ساعات من يومه؟ هل الضغط النفسي يعمل هلوسة؟ كل النتائج كانت بتقول نفس المعنى: الإجهاد، الصدمات النفسية، اضطراب الذاكرة. ضحك وقال خلاص أنا بقيت مجنون، وقفل اللاب. لكن قبل ما يقوم لقى إشعار جاله: ألبوم الصور عمل تذكير، ذكريات من 3 سنين. ضغط، الصورة فتحت. كان واقف قدام نفس العمارة، لكن كان في شخص واقف جنبه وشه مقصوص من الصورة، كأن حد مسحه. فضل يبص ويحاول يفتكر مين ده، مش فاكر. الغريب إن الصورة كانت متصورة يوم 17 نوفمبر الساعة 3:17. وفجأة بدأ يسمع صوت صفارة في ودنه. الصورة بدأت تتهز، وذكريات صغيرة زي البرق، شارع، مطرة، حد بيجري، صوت فرامل، صرخة. قام من مكانه وهو بيصرخ وقال: أنا عارف اليوم ده، لكن مش فاكر ليه. قرر ينزل يسأل البواب. البواب كان راجل كبير اسمه عم سعيد، ساكن في العمارة من أكتر من 20 سنة. نزل لقى عم سعيد قاعد لوحده. أول ما شاف كريم وشه اتغير وسكت. كريم قال: هو أنا كنت ساكن هنا من 3 سنين؟ عم سعيد بصله وسأل: هو أنت رجعلك الكلام ده تاني؟ كريم اتلخبط: يعني إيه؟ عم سعيد نزل بعينه على الأرض: أنا افتكرت إن الدكتور خلاك تنسى. كريم مسكه من إيده وقال له: قول، دكتور مين؟ عم سعيد اتنهد وقال له: انت كنت عايش هنا مع اخوك، وفي ليلة حصلت خناقة واخوك خرج من الشقة. بعدها ب10 دقايق عمل حادثة ومات. الدنيا وقفت. كريم حس ان الارض بتميل. قال بصوت مكسور: انا ما عنديش اخ. عم سعيد رفع عينه وقال له: هو ده بالظبط اللي الدكتور قال اللي انت هتقوله. كل حاجة حواليه بقت بطيئة. كلام عم سعيد بقى بعيد، وكأن دماغه بدأت تفتح باب مقفول بقاله سنين. افتكر صوت حد بيزعق وبيقول: سيبني يا كريم. افتكر نفسه وهو بيخبط الباب. افتكر رسالة على الموبايل. افتكر انه قال كلمة عمره ما نسيها: امشي وما ترجعش. وديت كانت آخر مرة شاف فيها أخوه. رجع الشقة وهو بيترعش، فتح الدولاب وقعد يدور. في آخر درج لقى علبة أحذية قديمة. فتحها، جواها موبايل مكسور، موبايل قديم. أول ما شحنه اشتغل، والخلفية كانت صورة ليه هو وأخوه. أول مرة يفتكر ملامحه، وقبل ما يلمس الصورة الموبايل القديم رن، مش يهتز، رن مع انه ما فيهوش شريحة. رد بإيد بتترعش، سمع نفس صوته، لكن المرة ديت قال جملة خلت الدم يتجمد في عروقه: انت فاكر ان اللي مات كان انا؟ في اللحظة ديت ايد كريم اتجمدت. الموبايل القديم ما فيهوش شريحة وما فيهوش شبكة، ومع ذلك كان بيرن والمكالمة اتقفلت. فضل كريم باصص للموبايل، وبعدين بدأ يعمل الحاجة الوحيدة اللي كان بيهرب منها من سنين: فتح ملفات العلاج النفسي اللي كان مخباها في اللاب. كان فاكر انها تخص شخص تاني، لكن اول ملف كانت باسمه: المريض كريم. فتح التقرير. السطر الاول كان مكتوب فيه: المريض يعاني من فقدان ذاكرة مرتبط بصدمة شديدة، ويحاول عقله إعادة بناء الأحداث
بصورة مختلفة حتى يهرب من الشعور بالذنب. قلب الصفحة ولقى جملة متعلم عليها بالقلم الأحمر: محدش يواجهه بالحقيقة مرة واحدة. بدأت الذكريات ترجع، بس مش متقطعة المرة دي، واضحة تماما. شاف نفسه واقف قدام أخوه، الخناقة كانت عنيفة، أخوه كان بيصرخ: أنت مش شايف نفسك اتغيرت؟ كريم زقه بعصبية. أخوه خرج من الشقة وخبط الباب، لكن قبل ما ينزل لف وقال له: لو صحيت من اللي انت فيه كلمني. ودي كانت آخر مرة شافه فيها حي. بعد نص ساعة حصلت له حادثة، ومن ساعتها عقل كريم رفض يكمل الفيلم. مسح وش أخوه من الصور، نسي إنه كان موجود أصلا، وخلى الذنب يتحول لخوف. عدى أسبوع، ولا مكالمات ولا رسايل. كريم بدأ يحس إنه أخيرا فهم الحقيقة. قرر يبيع الشقة ويبدأ حياة جديدة. وفي يوم النقل دخل آخر مرة يبص على المكان، كانت الشقة فاضية تماما. ابتسم وقال: انتهى، وقفل الباب ونزل. وهو نازل قابل عم سيد البواب. قال له: أنا ماشي يا عم سيد. عم سيد استغرب وقال له: ماشي؟ ده انت لسه راجع النهاردة. كريم ضحك وقال له: راجع منين؟ عم سيد سكت ثواني وقال له: انت خرجت من العمارة من أسبوع وقلت انك مش هترجع. ابتسامة كريم اختفت وقال له: انا كنت فوق دلوقتي. عم سيد رد عليه بصوت واطي وقال له: لا يا ابني، الشقة مقفولة من أسبوع والمفتاح معايا. وخرج المفتاح من جيبه. كريم جري على السلم، طلع للدور الأخير وبص ناحية الشقة. الباب عليه تراب وشريط ورق قديم محطوط على القفل كأنه ما اتفتحش من أيام. رجع وبيبص للمفتاح، وبعدين بص للشقة وبدأ يشك. لآخر حاجة كان واثق فيها نفسه. طلع موبايله، فتح سجل المكالمات. كل المكالمات اللي كان مرعوب منها اختفت، ولا رقم واحد. فتح رسائل فاضية، فتح ألبوم الصور. الصورة اللي كان فيها هو وأخوه اختفت كأنها ما كانتش موجودة. فضل واقف مش قادر يصدق. الموبايل اهتز، لكن ديت أول مرة ما يبقاش في اتصال. كانت رسالة صوتية مدتها 17 ثانية. شغل الرسالة، في أول 5 ثواني ما كانش فيه غير نفس هادي. بعدها سمع صوت أخوه واضح جدا بيقول: أنا سامحتك، بس في حاجة واحدة أنت لسه مش فاكرها. بعدين سمع صوت تشويش، وفي آخر ثانيتين سمع صوته هو، لكن بنبرة مرعوبة بيصرخ: افتح الباب يا كريم، افتح الباب. الرسالة انتهت، وكريم وقف مكانه، لأن السؤال اللي في دماغه ما قدرش يجاوب عليه، لأنه كان أبشع من أي شبح. إذا كان هو اللي كان جوه الشقة، كان مين اللي بيخبط من بره؟